الحقيقة كنت أتمنى من الحكومة الموقرة أن تعطينا وتقول لنا تم زيادة المواطن في راتبه، مو بقطع من معيشته. المواطن ايش عنده؟ عايش على اللحم والخضرة ولا ابتدينا في اللحم. صراحة هي مصيبة. احنا ما هني انضربنا حتى دول الخليج، دول الخليج يتصلون فينا يقول والله فشلتوني البحرين. هذه مسألة نحط روحنا احنا فيها. كان على الحكومة الموقرة ان تقوم بشيء حقيقة، تقول والله انا ببادر وبعطي، انا بزيد في الميزانية، مو تروح تاخذها من الشعب. 67 مليون تروح. انا الحين اذا بقول مليار و300 مليون دينار وزعوها على الشعب، والله ما بيسألونكم، ما بيقولون لكم ايش نبغى، وزعوها وخل كل واحد ياخذ مليون وبيرتاح وبياخذ له سيايير وغيره وغيره. اما ان اقول انا بقتطع من معيشته، اكبر خطأ، اكبر خطأ ان انا اروح اتكلم عن معيشة المواطن واللي هو عايش على اللحم والدياي والما شنو. ثاني شيء انا اقول كرامة المواطن البحري إذا مست، هذا شيء خطر يا جماعة. معالي الرئيس، كرامة المواطن البحريني احنا مسؤولين عنها كنواب، يوم اختارونا قالوا لنا دافعوا عن كرامتنا، فلذلك احنا بنتكلم عن شيء يمس المواطن، فهي لازم نقول له احنا وقفوا عند حده. على الحكومة ان تدرس الموضوع اكثر واكثر في الموضوع. لا تروح تقول لنا ان انا رايح ارفع الدعم. رفع الدعم مثل ما قال احنا سعادة النائب ابو علي، ولكن شو المقابل؟ اعطونا شيء مقابل. اما برفع الدعم واخلي شيء مبهم، فهذه صراحة شيء كبير.